في أوائل التسعينات صحيت مصر كلها على خبر حبس رجل الأعمال الشهير صاحب العلامات التجارية الكبيرة وتوكيلات السيارات رؤوف غبور، وهو في عز مجده ونجاحه، وده طبعا كان في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. ايه اللي حصل وليه واحد بحجم رؤوف غبور يدخل السجن وهو واحد من أهم الداعمين لعجلة الاقتصاد في عهد مبارك؟ قبل ما نتكلم عن دخوله السجن وعلاقته بالسياسة والرئيس مبارك، خليني الأول أقول لكم من هو رؤوف غبور. الدكتور رؤوف غبور نشأ في عيلة كلهم بيشتغلوا في التجارة، حتى هو بدأ أول مشروع في حياته ب15 قرش كان مستلفهم من المربية بتاعته، ووعدها إنه هيرجعهم ليها بالفوايد بعد ما يتاجر في البسبوسة ويكسب منها، وفعلا عمل أول مشروع في حياته ورجع للمربية بتاعته فلوسها بالفوايد. الغريب في الموضوع إن رغم ميوله الاقتصادية الواضحة جدا واللي شاربها أبا عن جد، ما دخلش غبور كلية التجارة ولا حاجة، بالعكس دخل كلية الطب، حاجة ملهاش أي علاقة خالص بالتجارة. لغاية في يوم من أيام حرب أكتوبر 73 وصل رؤوف غبور للمكان اللي فيه الجرحى والمصابين بحكم شغله، لكنه أول ما شاف الدم والمصابين ما قدرش يمسك نفسه وأغمى عليه فورا. وفي اللحظة دي أدرك غبور إنه لا يمكن ينفع يكمل في المهنة دي أبدا، وقرر إنه يعيش في جلباب أبوه وأجداده ويتجه للتجارة. عمل غبور في مجال التجارة الاسم والشهرة والفلوس اللي ما كانش ممكن يعملهم من الطب أبدا، وفي فترة قصيرة جدا بقى اسمه ملء السمع والبصر. ولأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، كان لازم غبور يدلي بدلوه في المجال ده، وأهو برضه عشان يأمن وضعه جوه السوق، لكنه يا ريته ما عمل كده. من غير دخول في تفاصيل، كتب رؤوف غبور في مذكراته اللي اتنشرت قبل أشهر قليلة من وفاته إنه قرر إنه يدخل مجال السياسة، لكنه خرج منه سريعا وندمان إنه عمل كده في يوم من الأيام. وبينصح كل رجال الأعمال الصغيرين إنهم يركزوا في شغلهم وبس، وما يحاولوش في يوم من الأيام إنهم يدخلوا نفسهم في مجال السياسة ده أبدا، ده لو كانوا عاوزين يشتغلوا في هدوء وينجحوا في سلام. ده مش بس كده، هو كمان وجه لوم لكل رجال الأعمال اللي وافقوا إنهم يمسكوا حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وقال إن رجال الأعمال اللي عملوا كده ظلموا نفسهم. بس محدش يعرف هل دخول رؤوف غبور السجن كان بسبب إنه فكر يدخل نفسه في السياسة، ولا الموضوع ليه أبعاد تانية. الحكاية وما فيها أو اللي قالها هو شخصيا في مذكراته إنه كان عادي جدا رايح يدفع فلوس تمن حتة أرض مشتريها لراجل موظف كبير في الدولة، عشان يتفاجئ بالحكومة بتقبض عليه وبيقولوا له أنت بتقدم رشوة لموظف عام. في الوقت ده المحامي بتاعه اتدخل وقال له لو قلت إن دي فعلا رشوة وإن الموظف هو اللي طلبها منك هتخرج منها زي الشعرة من العجين، لكنه رفض وقال إنه مش ممكن يتسبب في سجن موظف غلبان ويبعده عن أهله وأولاده، خصوصا إنه شريف ونظيف اليد واللي بيطلبوا منه يقولوا ما حصلش. وقبل إنه يحط نفسه وولاده في موقف حرج جدا، اللي من تاني يوم القبض عليه كان كل أصحابهم وقرايبهم في المدرسة عارفين عن الموضوع كل حاجة. صحيح غبور أخذ براءة من القضية دي، بس الغريب إنهم ما خرجوهوش، وفضل محبوس على ذمة القضية بيتجدد ليه يوم ورا التاني لغاية ما قضى جوه السجن 6 شهور بحالهم. التجربة دي أو غيرها زي ما خلته يبطل يتكلم في السياسة، هي كمان غيرت فكرته عن حاجات كتير قوي في الدنيا، زي مثلا إنه قرر يكون في أيام لأولاده ويخلي فيه أولوية للعيلة أكتر منها للشغل بس. وكمان اتعرف جوه السجن على الريان ورجال دين وسياسة، واكتشف إن جوه السجن الكل واحد مهما اختلفت الأفكار أو الانتماءات. ده كمان وثق علاقته بحد فيهم لدرجة إنه حلم بحاجة فسرها ليه صاحبه في السجن على إنها ميعاد خروجه، وبالفعل خرج في الوقت اللي فسره ليه الشيخ. انتوا بقى تفتكروا موضوع سجن رؤوف غبور ده مدبر وهو السبب ورا قراره إنه يبعد تماما عن السياسة، ولا الموضوع مجرد صدفة؟